السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد سالم من قناة مو أكاديمي. إن شاء الله النهاردة عندنا سيشن جميل جدا بعنوان adjectives يعني الصفات. طب الصفات دي هي ايه؟ قال لي كلمة بتوصف شخص او بتوصف شيء، وهنقسم الادجectives لتو بارتس او تو سيشنز. بارت 1 او سيشن نمبر 1 بعنوان comparative adjectives يعني صفات، المقارنة ما بين الصفات. هقارن ما بين شخصين، ما بين شيئين، او ما بين مجموعتين. فيلا بينا على بركة الله كده. اتفقنا عندنا حاجة اسمها comparative adjectives يعني المقارنة ما بين الصفات. طب يعني ايه صفة؟ بيقول لي we use adjectives to describe people or things. بستخدم الصفات عشان اوصف ناس او اوصف اشياء. يبقى الصفة وظيفتها في اللغة بتوصف الاشخاص او الاشياء. وعندنا نوعين من الصفات، short adjectives او long adjectives يعني صفة قصيرة او صفة طويلة على حسب المقطع بتاعها. يعني صفة المقاطع بتاعها كتير يبقى long adjectives، صفة المقاطع بتاعها قليلين يبقى short adjectives. طب اديني مثال على الشورت adjectives. اقول له tall طويل، clean strong safe fast يعني سريع. طب اديني مثال كده على الصفة الطويلة. اقول لك مثلا beautiful expensive، اكتر من ايه؟ من syllable. يلا بينا هنبدأ بمين؟ بالمقارنة ما بين اتنين او شيئين او اتنين من الحيوانات او مجموعتين باستخدام الصفة القصيرة. بيقول لي comparative adjectives صفات المقارنة. اليوزج الاستخدام بتاعها ايه؟ قال لي we use comparative adjectives بنستخدم المقارنة ما بين الصفات او صفات المقارنة to compare معناها يقارن. هقارن ما بين ايه؟ two people اتنين من الاشخاص او مجموعتين من الاشخاص، things شيئين او مجموعتين من الاشياء، animals اتنين من الحيوانات او مجموعتين من الحيوانات. نستخدم صفات المقارنة للمقارنة بين شخصين او شيئين او حيوانين. الفورميشن بتاعها بقى هنتكلم دلوقتي على الشورت adjective يعني الصفة القصيرة. هجيب شورت adjective واجيب بعدها er وبعدها then. يبقى لما بقارن ما بين اتنين من الحيوانات، مثلا هقارن ما بين جراف الزرافة والزيبرا، انا كده بقارن ما بين اتنين من الحيوانات، بجيب صفة قصيرة er then. في اغنية صغيرة قوي جميلة بتقول ايه؟ عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة er then. عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة er then. عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة er then. فهنا بيقول له a giraffe is taller than a zebra. ان الجراف معروف طبعا ان الجراف اطول من الزيبرا. فجبنا الجراف اللي هو الحيوان الاولاني، وجبنا طبعا بعده الفيرب اللي هو is عشان ده مفرد. بعد كده جبنا كلمة طول وحطينا لها er وبعدها then. يبقى هنا جبنا الحيوان الاولاني وبعد كده جبنا الزبرة في اخر الجملة، وقلنا a giraffe is taller than a zebra. يبقى الجراف اطول من الزبرة. جبنا صفة قصيرة er then. يبقى عند المقارنة ما بين اتنين اداة 1 واداة 2. صفة قصيرة اللي هي طول er then. عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة er then. عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة er then. طيب في بعض النوتس بقى، هل كل الصفات بحط لها er؟ قال لي ما انا ممكن الاقي عندي صفة زي كلمة سيف امن بس في اخرها اي. قال لي ضيف لها مين؟ er بس، بقى في اخرها er بس اي من الصفة الاصلية بتاعتها، والار انا زودتها لها. كلمة نايس لطيف اخرها ايه؟ ازود لها ار بس. تمام؟ طب اديني مثال. انا عندي هنا فوكس وعندي هنا كات.
بس انا بتكلم على كل الفوكسز بصفة عامة وكل الكاتس بصفة عامة. هقول له cats are nicer than foxes. هنا مش بتكلم على كات واحدة وفوكس واحد، انا بتكلم على جروب الكاتس وجروب الايه الفوكسز. فبقول له هنا عند المقارنة ما بين اتنين، يعني مجموعتين، ادي مجموعة الكاتس ومجموعة الايه الفوكسز. فبقول له cats are nicer than foxes. الكاتس مجموعة الكاتس ألطف من الفوكسز عند المقارنة ما بين اتنين. صفة قصيرة ER then. عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة ER then. عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة ER then. اوعى تنساها. يلا بينا يلا بينا. عندي هنا بقى، طب افرض عندي الادجكتيف الصفة يعني زي كلمة big BIG اخرها جي كونسونانت يعني حرف ساكن، بس قبل الكونسونانت فاول اللي هو حرف مين؟ الاي. الاي من الفاولز. ايه هما الفاولز؟ الاي ضربت اي قالت اي او يو. 5 اصوات متحركة، هما اصوات متحركة مش حروف متحركة. الاي والاي والاو واليو. A E I O U A E I O U. لقيت قبل جي اي اعمل ايه؟ قال لي اعمل دبل ذا كونسونانت يعني كرر الحرف الساكن. فبقول له بيج بي اي جي، لما اقارن ما بين اتنين هتبقى بي اي دبل جي اي ار. هنا عايز اقارن ما بين البير الدب ومين؟ والدج الكلب. بس هقارن ما بين مجموعة البيرز مجموعة الدببة ومجموعة مين؟ الدجز. يبقى هنا بقارن ما بين مجموعتين برضه. عند المقارنة ما بين مجموعتين صفة قصيرة ER then. اقول له بيرز تاخد بقى ار. لو كنت بتكلم عن بير واحد يبقى is. bears are bigger than dogs يعني كل الدببة اكبر من كل الايه الدجز الكلاب. فجبت bears وجبت dogs، هقارن ما بينهم الاتنين. هجيب صفة قصيرة اللي هي مين؟ big، وهعمل دبل للجي واحط اي ار يبقى bigger than. اوعى تنسى الفيرب، لو مفرد هاخد is ولو جمع هاخد ار. جميل جدا. طيب افرض بقى عندي الصفة بتاعتي او الادجكتيف بتاعي زي كلمة healthy اخرها واي، بس قبل الواي consonant حرف ساكن consonant زي حرف الاتش. اعمل ايه؟ قال لي غير اعمل تشينج للواي بمين؟ باي، وضيف بعد كده اي ار، يعني هحول الواي لاي هيبقى healthy healthier. عملت ايه؟ healthy السبيلنج بتاعها HEALTHY، هشيل الواي واحط اي ار. الاي مكان الواي عشان قبلها اتش واحط اي ار يبقى healthy بقت healthier. طب happier برضو change، عملت تشينج للواي بمين؟ باي. بدل ما كان HAPPY بقت HAPPIER. يبقى بنحول الواي الى اي ونضيف اي ار. جميل. انا هنا عايز اقارن ما بين الجروب بتاع الرابتس بجروب بان هم اكتر صحيا من الايه بقيه الحيوانات. اقول له rabbits are healthier than other animals. بقارن ما بين جروب الرابتس والحيوانات الاخرى. يبقى rabbits are healthier than other animals. تمام. جبت healthy وشلت الواي وحطيت اي ار. جميل جدا. طب تعال بقى نحل عليهم. اهم حاجه الاكسرسايزز. هنا في نمبر 1 بيقول لي an elephant ادافيل، هيبو فرس النهر. عايز اقارن ما بين الاليفانت ومين؟ والهيبو. يبقى هنا بقارن ما بين اتنين. اغني الاغنيه عند المقارنه ما بين اتنين صفه قصيره ER then. بس عندي بيج يا مستر، بيج في اخرها جي سايلنت.
consonant حرف ساكن وبقى قبله اي من الفاولز، اعمل ايه؟ اعمل دبل للجي واحط اي ار، بقت bigger وبعدها مين؟ than. يبقى عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة اي ار وده than. طيب نمبر 2 سهلة اهي، سلمى وريم، عايز اقارن ما بين سلمى واقارن وريم. سلمى اكبر من مين؟ من ريم، عايز اقول ان سلمى اكبر من ريم، هقول له سلمى is صفة قصيرة اي ار than، جبت than يبقى فاضل الصفة اللي فيها اي ار، يبقى older. طبعا old في اخرها consonant حرف ساكن وقبله ال حرف ساكن فبزود اي ار. عايز اقارن ما بين مجدي وانجي، عايز اقول ان مجدي اطول من انجي، عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة اي ار than، هقول له taller than انجي. camels are، عايز اقول له ان الجمال اقوى من الجوتس، يبقى هنا بقارن ما بين مجموعتين two groups، الجروب الاولاني بتاع الكاملز والجروب التاني بتاع الايه؟ الجوتس. يبقى هقول له عند المقارنة ما بين مجموعتين صفة قصيرة اي ار than، يبقى stronger than، هذا stronger وأدا than، هذا الصفة اللي فيها اي ار than. عايز اقارن في نمبر 5 ما بين الميلك والصودا، مين الاكتر صحي؟ الميلك اكتر صحيا من الصودا، بس عندي هيلثي في اخرها واي وقبل الواي كونسونانت وحرف الاتش، هعمل تشينج للواي باي واحط اي ار، يبقى هشيل الواي واحط اي ار، يبقى milk is healthier than soda. نمبر 6 the river وبوند، عايز اقارن ما بين the river اللي هو النهر وذا بوند اللي هي البركة، هقول له the river is cleaner، ما بين هقارن ما بين اتنين صفة قصيرة اي ار than، صفة قصيرة اي ار than. طب هو جايب لي مين؟ than تي اتش اي ان، لا هي تي اتش اي ان. today عايز اقارن ما بين النهارده وما بين مين؟ yesterday، عايز اقول ان today اكثر حرارة من yesterday، بس عندي كلمة hot اخرها تي وقبل التي فاول اللي هو مين؟ الاو، فبكرر التي واحط اي ار، يبقى today is hotter. هنكمل question number 2 choose the correct answer from A B C or D. بيقول لي في نمبر 1 turtles اللي هي السلاحف والرابتس، عايز اقارن ما بين التيرتلز ومين؟ الرابتس. عند المقارنة ما بين مجموعتين صفة قصيرة اي ار ذان، بس الاول جاب لي ار اهي وجاب ذان، فاضل الصفة القصيرة. فين الصفة القصيرة؟ slower، جميل، صفة قصيرة اي ار ذان. their life الحياة بتاعتهم than before، عايز اقارن ما بين الحياة بتاعتهم الان اسعد من ذي قبل، يبقى هنا their life هقول له happier than جاب لي than، يبقى انا عايز الصفة اللي فيها اي ار، بس هنا كان في اخرها واي، عملنا تشينج للواي وحطينا اي وبعد كده ضفنا ايه؟ اي ار. the zoo وذا فورست، عايز اقارن ما بين ذا زو وذا فورست، عايز اقول ان الزو اكثر امانا من الفورست، يبقى عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة اي ار ذان، هذا الصفة القصيرة فيها اي ار وبعدها مين؟ ذان، يبقى safer ذان. نمبر 4 elephants lions، عايز اقارن ما بين الجروب بتاع الاليفانتس وجروب اللاينز، عايز اقول له ان الاليفانتس وزنهم اتقل من اللاينز، عند المقارنة ما بين اتنين صفة قصيرة اي ار ذان، هنا طبعا كان في اخرها واي، عملنا تشينج للواي وحطينا اي ار وبعدها مين؟ ذان، يبقى heavier than. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كده خلصنا سيشن نمبر 1 او بارت 1 في الادجكتيفز بعنوان
comparative adjectives يعني مقارنة ما بين الصفات. انتظروني في النمبر 2 مع superlative adjectives يعني المقارنة ما بين واحد ومجموع. كان معكم مستر محمد سالم من قناة مو أكاديمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.